سيد كرديار، يعني بالإضافة إلى التداعيات التي يمكن أن تؤثر بها هذا التفاهم على المنطقة سواء كان العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، هناك الموقف الإسرائيلي أيضا من هذا التفاهم. يعني هل يحقق هذا التفاهم المطالب الإسرائيلية التي على أساسها شنت هي والولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على إيران، أم أنها لا تحقق المطالب الإسرائيلية ويمكن لإسرائيل أن تكون سببا في فشل هذه الاتفاقية أو هذا التفاهم؟ طبعا بالنسبة للموقف الإسرائيلي حقيقة هناك إحباط في الإسرائيلي تجاه الإدارة الأمريكية الحالية دونالد ترامب والسياسات التي يتبعها في المنطقة. فإسرائيل نحن نعلم بعد 7 أكتوبر وهجوم حماس على المناطق الإسرائيلية كيف بدأت إسرائيل بتغيير عقيدتها العسكرية من خلال بدل الدفاع في حدودها بدأت بالهجوم المباشر على كل ما يهدد أمن إسرائيل. وجدنا حرب غزة وكيف بدأ بحزب الله وثم إسقاط حتى النظام السوري ومن ثم ضرب إيران. حينها قال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بأنه سيغير وجه الشرق الأوسط. عمليا ما يحدث الآن بعد هذه الاتفاقية مع إيران، إذا ما استمرت الاتفاقية، لأن هناك مدة 60 يوما، خلال هذه 60 يوما طبعا هناك جولات من التفاوض، إذا ما وصل حقيقة وكانت هناك اتفاق نهائي، هذا يعني بأن أولا مشروع الشرق الأوسط الذي تحدثنا عنه قد فشل بالنمط أو النموذج الذي كان يتحدث عنه أمريكا، بالإضافة إلى فشل المشروع الإسرائيلي في تغيير وجه الشرق الأوسط، لأن إيران ستبقى قوة ذو نفوذ قوي في الشرق الأوسط. هناك قوى أخرى كتركيا بدأت تؤثر بشكل كبير وتمدد نفوذها في سوريا وفي لبنان وحتى في العراق، وحتى تركيا لديها رغبة في مد نفوذها حتى المناطق الكردية في شرق كردستان. لذلك هذه التطورات كلها يشير بأن المشروع الإسرائيلي لم يتحقق، وهذا بالتأكيد ليس وفق الرغبة الإسرائيلية وهي محبطة من هذه الاتفاقية. لذلك باعتقادي نتيجة وجود لوبي إسرائيلي قوي في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا سوف تسعى خلال هذه الفترة 60 يوما إلى إفشال هذه الاتفاقية من خلال يعني يمكن لهذه الاتفاقية أن تفشل. حقيقة الاتفاقية هشة، هذه الاتفاقية من 14 بندا نجد بأن إيران تقول بأنها انتصرت. لماذا تقول انتصرت؟ لأنها لم يسقط النظام الإيراني، وكما تفضل الأخ بيرسم أيضا هذه الأنظمة مجرد بقائها في السلطة تعتبر نصرا، هي يعتبر لأنفسهم نصرا بغض النظر عن تدمير البنية التحتية وما عانى الشعب الإيراني بكافة شعوبه، لذلك يعتبرها نصرا. بالنسبة لأمريكا أيضا عندما يتحدث عن فتح مضيق هرمز، أصلا قبل الحرب كان مضيق هرمز مفتوحا. بالنسبة لإعادة الطاقة أو تخفيف أزمة الطاقة وعودة العبور من مضيق هرمز قبلا كان موجودا قبل الحرب أيضا. لذلك كل ما يصرح به الولايات المتحدة الأمريكية هو كان لتجنيب أمريكا حرب طويلة الأمد نتيجة الخسائر المادية الكبيرة، ودونالد ترامب حقيقة يعترف بأنه كان سيكلف أمريكا كثيرا، بالإضافة إلى حرب إقليمية واسعة لا تستطيع الولايات المتحدة حتى إدارتها أو السيطرة عليها.